السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. زلزال بقوة 5 درجات يضرب إريتريا أمس. دعوة لترشيد استهلاك المياه في الإقليم الأوسط. تقديم جائزة لندن للطلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي. بعد قصف طرطوس، قارة إسرائيلية جديدة على حماة. الرئيس الصيني يعلن رفع مستوى العلاقات مع فنزويلا. زعيما صربيا وكوسوفو في بروكسل في جولة محادثات جديدة غير مباشرة. من العناوين إلى التفاصيل. ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إريتريا عند الساعة 8:51 مساء يوم 13 من سبتمبر. وشعر بالزلزال الذي وقع على عمق 15 كيلومترا على مسافة 41 كيلومترا جنوب مصوع سكان مدن أسمرة ومصوع ومنفرة وعدغيح والسنعفة، بالإضافة إلى مناطق في فورة وقلعة وقندع وهزمو. وذكرت وزارة الطاقة والمعادن بعدم ورود معلومات حتى الآن عن الأضرار في الأرواح والممتلكات. وكانت سلسلة من الزلازل وصلت قوتها إلى 5.6 درجات على مقياس ريختر قد ضربت إريتريا في الأول والثاني من شهر أغسطس الماضي في نفس المنطقة الجغرافية. دعا قسم البنى التحتية الزراعية في الإقليم الأوسط لجان إدارة المياه إلى زيادة مساهمتها لضمان الاستخدام الرشيد للمياه المخزنة في الإقليم. جاء ذلك خلال مقابلة أجرها مسؤول القسم المهندس أبراهام دانييل مع وكالة الأنباء الإريترية إيرنا حول أعمال بناء وصيانة السدود والحفائر والمجاري التحويلية للسيول. وقال أن 86 سدا و45 حفيرا في الإقليم الأوسط قد خزن أكثر من 69 مليون متر مكعب من المياه. وذكر أنه ينبغي الحرص على عدم إهدار هذا المحتوى خلال الاستخدام في الخدمات المنزلية والبستنة والسقي الماشية وغيرها. كما يقوم القسم ببناء 85 حاجزا كبيرا بالصخور المصورة والتي تقدم مساهمة مشهودة في الحفاظ على المياه والتربة وزيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية أسفل السدود بأكثر من 830% خلال 30 عاما، لتساهم كثيرا في توفير الخضر والفواكه. وحث المهندس أبراهام القرى على استخدام السليم لخزانات المياه الخاصة بها والعمل لنقل 20% من مياهها إلى العام المقبل وإصلاح مساقط المياه باستمرار. نظمت دورة تدريبية للمزارعين ومنمو البساتين النموذجيين في مديرية حقات في الفترة من 31 من أغسطس إلى 8 من سبتمبر على جودة الأغذية وسلامتها للبشر والماشية. اشتمل التدريب الذي نظمه فرع الرقابة الإقليمية مراقبة المحاصيل والموارد الطبيعية وإدارة موارد الأراضي من حيث فوائد ومساهمة وأهمية البذور المختارة واستخدامها ومكافحة التصحر وضمان الأمن الغذائي وأسبابه وعواقبه على الإنسان والثروة الحيوانية وتلوث الغذاء واستخدام المبيدات الكيميائية وأضرار الحليب غير المغلي واللحوم غير المطبوخة على المجتمع. وكان الهدف الرئيسي من التدريب تصحيح المفاهيم الخاطئة والممارسات الملوثة وضمان جودة سلامة المحاصيل والمنتجات الحيوانية وبيئة آمنة باستخدام الطرق الطبيعية. وحث مسؤول فرع خدمات القانون والمراقبة الإقليمي في إقليم عنسبة السيد دانيال محارير المتدربين على نقل المعرفة المكتسبة إلى زملائهم والتشاور مع الخبراء في حالة تفشي الآفات. ووجه المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلاي مناط مسائل الشكر لمنظمي التدريب، وأكد للمتدربين أن إدارة المديرية ستقوم بالتعاون اللازم في جهودهم لتحقيق أهداف التدريب.
قدمت جائزة دندن ل 345 طالبا حصلوا على أكثر من 3 نقاط في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بتعاون الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ومكتب التعليم في الإقليم الجنوبي. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد في الإقليم السيد قرماي قبرو خلال الحفل المقام في مدينة منفر يوم 13 من سبتمبر أن الاتحاد يقوم سنويا بتوزيع جوائز عند صومو ودندن على الحاصلين على درجات أعلى في الامتحانات الوطنية للصفين الثامن والثاني عشر بالتعاون مع وزارة التعليم. وقال إن من بين منتسبي الدفعة 35 من الخدمة الوطنية الذين شاركوا في الامتحان الوطني للصف الثاني عشر حصل 631 طالبا على النقاط المؤهلة للدراسة الجامعية لدراسة البكالوريوس، بينهم 72 أحرزوا النقاط الأربعة الكاملة و345 حازوا على النقاط المؤهلة لدراسة الدرجة الدبلوم. من جانبه أشاد رئيس وحدة مراقبة المدارس الثانوية في مكتب وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ جبرمائيل عقبة جابرييل بجهود الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وشركائه لبناء شباب مؤهل. ونصح ممثل حاكم الإقليم الجنوبي السيد تكي يتولى الطلاب بعدم الاسترخاء والعمل بجد لمضاعفة النجاح. تقدم جوائز دندن للطلاب المتفوقين للمرة الثانية هذا العام، وقد تم توزيع الجوائز على 268 طالبا متفوقا في العام الماضي. وجهت دعوة للعمل المشترك لتعزيز دور لجنة أصدقاء الشباب للدفع بقدرات الشباب عامة. وذكر تقرير تم تقديمه في منتدى لجنة أصدقاء الشباب الذي عقد في 4 من سبتمبر إنشاء ملعب لكرة الطائرة وكرة السلة في مدينة حمل مالو بجهود السكان وتسيير أنشطة توسيع تأطير الشباب وتطوير مساهماتهم. وأوضحت مديرية حمل مالو السيدة عائشة علي نور في الندوة التي أن جهود تبذل لتلبية الاحتياجات الأساسية للشباب من خلال لجنة أصدقاء الشباب. وقال ممثل الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيد عزازي برخة آب أنه تم بناء مراكز الشباب في جميع مديريات بمساهمة المجتمع، ودعا لتعزيز دوره ومساهمة المجتمع لتوسيعها وتطويرها وتعزيز لتلبية احتياجات الشباب. وتم انتخاب لجنة أصدقاء الشباب المكونة من 27 عضوا للعمل على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. وفي كلمة ختامية حث حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى ومؤسسات الحكومة والجبهة والمجتمع على العمل معا لبناء الشباب بدنيا وعقليا. وبهذه المناسبة بدأ تشغيل ملعب كرة الطائرة وكرة السلة المكتمل بنائه. فاصل قصير ونتابع الأحداث على الصعيد العالمي. قالت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الإسرائيلي نفذ ضربة جوية استهدفت محافظة حماة السورية، وذلك عقب قصف مماثل استهدف مواقع عسكرية في محافظة طرمس الساحلية. وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الهجوم على حماة لم يوقع سوى خسائر مادية. وقبل القصف قتل جنديان سوريان وأصيب 6 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية في ريف محافظة طرمس بالقرب من مسقط رأس الرئيس بشار الأسد. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، وبينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة، لكنها تجنبت في الأغلب قصف المحافظات الساحلية حيث ترتكز القوات العسكرية الروسية الرئيسية. أعلن الرئيس الصيني شي جي بينغ رفع مستوى العلاقات مع فنزويلا، وذلك خلال استقباله في بكين نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقال شي جي بينغ في شريط بثه التلفزيون الرسمي أنه مسرور جدا لكي يعلن رفع مستوى العلاقات بين الصين وفنزويلا إلى شراكة استراتيجية قادرة على الصمود. وأضاف شي جي بينغ أن الصين ستدعم كما فعلت دائما بشدة جهود فنزويلا للحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية والاستقرار
الاجتماعي، وستدعم بقوة قضية فنزويلا العادلة في التصدي للتدخل الأجنبي، مشيرا إلى أنه سيعمل أيضا على تعميق التعاون بين البلدين. ووصل مادورو إلى الصين وقام بجولة على مدن صينية، وهذه أول زيارة يقوم بها نيكولاس مادورو إلى البلاد منذ العام 2018. يعقد زعيما صربيا وكوسوفو جولة جديدة من الاجتماعات تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة بينهما مع تزايد الدعوات لتغيير النهج الدبلوماسي الغربي تجاههم، وسط مخاوف من أن التوترات بينهما قد تخرج عن نطاق السيطرة. ويتواجد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو كورتي في بروكسل لإجراء محادثات في إطار ما يسمى بعملية الحوار بين بلغراد وبريشتينيا، التي يشرف عليها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. وانتهت الجولة الأخيرة من الحوار في يونيو الماضي دون التوصل إلى أي نتائج واضحة. ورفض فوتيتش وكورتي الاجتماع وجها لوجه، واعترف بوريل الذي أجرى محادثات منفصلة مع الرجلين بأن لديهما تفسيرات مختلفة للأسباب وكذلك الحقائق والعواقب والحلول. عقدت مجموعة من الخبراء الدوليين جلسة استماع في مجلس النواب المكسيكي، حيث عرض ما يزعم أنه جثتان مشرحتان لكائنات فضائية يبلغ عمرها أكثر من 1000 عام. وقدم الصحفي خيمي موسان خلال جلسة أولى جثثي مزعومة لكائنات غير بشرية بحضور خبراء وسياسيين من اليابان والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وبيرو، بهدف مناقشة الظواهر القريبة غير المحددة. وقدم موسان للنواب جثتين مشرحتين لكائنات فضائية مفترضة، في حين قال مدير الجلسة تيراس ميليوني أنها تمت دراستها بالجامعة الوطنية المستقلة أعلى أكاديمية في المكسيك. وشهدت الجلسة حضور الضابط الأمريكي السابق ريان غارفيس، الذي سبق أدلى بشهادته أمام الكونغرس أواخر يوليو الماضي بشأن تجاربه مع طائرات مجهولة الهوية خلال فترة عمله كطيار بالجيش. تذكير بالعناوين مرة أخرى. زلزال بقوة 5 درجات يضرب إريتريا أمس. دعوة لترشيد استهلاك المياه في الإقليم الأوسط. تقديم جائزة دندن لطلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي. بعد قصف طرموس قارة إسرائيلية جديدة على حماة. الرئيس الصيني يعلن رفع مستوى العلاقات مع فنزويلا. زعيما صربيا وكوسوفو في بروكسل في جولة محادثات جديدة غير مباشرة. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.